الفصل الثاني. المشهد الثاني. الدكتور يوسف في طريقه إلى العيادة. أطلق راضي العامل هذه العبارة ليطمئن المرضى المنتظرين بالعيادة المشتركة بين يوسف ومختار، ثم عاد إلى مراجعة سجل أعماله. تقع هذه العيادة في نفس العقار الذي يقيم فيه يوسف ومختار. تتكون من حجرتين وصالة. استقبال يفصلها حاجز لا يصل إلى نهاية الحائط، مزخرف يفصل بين مرضى يوسف ومرضى مختار. وبنظرة يسيرة يدرك المرء كثرة المرضى المترددين على يوسف، في حين يدرك ضآلة عدد المترددين على مختار، لأن الطب النفسي لا يؤمن به إلا فئة قليلة من المثقفين، أما أنصاف المتعلمين فلا يهتمون به كثيرا، ربما اعتبروه رفاهية مبالغ فيها. والبسطاء يحل الدجال لديهم محل الطبيب النفسي. لذا فنوعية المترددين على مختار فئة واحدة تدركها من مظهرهم الثري. والمرضى المترددون على يوسف من طبقات مختلفة، فمنهم الأثرياء، ومنهم الطبقة المتوسطة، ومنهم الفقراء، وهؤلاء يرد إليهم يوسف قيمة الكشف في الخفاء حتى لا يجرح مشاعرهم. والأثرياء داخل العيادة يثير وجود هؤلاء البسطاء ذوي الملابس الرثة ضيقهم، ولكنهم يتحملون وجودهم لمهارة يوسف الذي لا يباريه طبيب في تخصصه. بعد قليل دخل يوسف حاملا حقيبته الطبية محييا: مساء الخير. مساء النور يا دكتور. بانتباه شديد أجاب راضي وأسرع ليأخذ الحقيبة، ثم دخل راضي حجرة الكشف ووضع الحقيبة على المكتب، بينما خلع يوسف سترته وعلقها خلفه على المقعد، وجلس متسائلا: كيف حالك يا عم راضي؟ الحمد لله على كل شيء. العيادة مزدحمة الليلة. ما شاء الله يا دكتور. يتنهد يوسف فيلمح راضي علامات الإجهاد على وجهه فيقول: تبدو مجهدا يا دكتور. نعم، أجريت أكثر من عملية اليوم بالمستشفى. هل تريد أن أعتذر إلى المرضى المتأخرين؟ لا، سأكون على ما يرام. أدخل المريض الأول وأعد لي فنجانا من القهوة باللبن. تحت أمرك. ينصرف راضي فيضع يوسف يديه على عينيه مسترخيا، فيسمع طرقا على الباب فيجيب وما زالت يديه على عينيه: ادخل. تدخل سيدة جميلة أنيقة ذات عطر قوي يوقظ يوسف من استرخائه، فيبعد كفيه عن عينيه فيراها وهي تتهادى حتى تقترب منه. يتملكه الغضب الشديد فيحاول السيطرة على غضبه، فيشير إلى مقعد أمامه، فتجلس السيدة وهي تنظر بجرأة إلى عينيه ثم تعقب: أشكرك، أنت رقيق جدا. خيرا، ما الذي يؤلمك؟ أشعر بوخزة في قلبي وتتسارع دقاته بشدة، فأشعر أني سألفظ أنفاسي الأخيرة. متى تشعرين بذلك؟ لا أفهمك يا دكتور. ثم تعض على شفتيها فيشيح بوجهه بعيدا: هل يحدث ذلك عند سماعك خبر مفرح أو محزن؟ هل عند استيقاظك أو عند نومك؟ فهمت، يحدث صباحا ومساء. أرجو أن توضحي أكثر. تتصنع الخجل وتحني رأسها ثم ترفعها: عند خروجك من المنزل صباحا وعند عودتك إليه مساء. ماذا تقولين؟ أنت سبب مرضي يا دكتور يوسف، وستكون سببا في موتي. أنا أقيم بالعقار المجاور لك. يقاطعها طرق راضي على الباب، ثم دخوله حاملا صينية عليها فنجان القهوة باللبن، يضعه أمام يوسف فيشكره، ثم يهم بالانصراف فيستوقفه يوسف قائلا: من فضلك أعد إلى السيدة قيمة الكشف واصطحبها إلى الخارج. ترتسم أمارات الدهشة والغضب على وجه السيدة التي تنهض وتواجهه: كيف تجرؤ على فعل ذلك معي؟ لا علاج لك لدي، وإياك أن تأتي هنا ثانية، حتى وإن كنت تلفظين أنفاسك الأخيرة حقا لا زيفا. أنت طبيب فاشل. احترمي ذاتك وإلا ستغادرين العيادة بصورة تجبرك على مغادرة المعادي بأسرها. تلوي وجهها بغضب وتنصرف وتدفع الباب خلفها بحدة. يلتفت يوسف إلى راضي: لا أريد أن أرى أحدا. أمرك يا دكتور يوسف. هل تريد أن أصرف المرضى؟ لا، ولكن لا تدخل أحدا حتى تسمع صوت الجرس. كما تريد يا دكتور. ينصرف راضي ويغلق الباب خلفه،
بينما يضرب يوسف المكتب بقبضة يده. أنا بالفعل طبيب فاشل في علاج العاهرات، هذا الجنس الذي لا يشغله في الحياة سوى شهواته الحيوانية. ما هذا اليوم الأسود، إهمال بالصباح وعهر بالمساء، فليرحمني الله. يسمع يوسف طرقا على الباب فيغضب ويجيب صارخا: قلت لك لا تدخل أحدا حتى تسمع صوت الجرس. يفتح نبيل صديق يوسف الباب حاملا حقيبة في يده، فيهدأ يوسف حين يراه، ولكن لا تختفي ملامح الغضب رغم تصنعه الهدوء وافتعال ابتسامة كاذبة. فيقترب نبيل مبتسما ومتسائلا: ماذا حدث يا جو؟ جو هو اسم التدليل الذي يناديه به نبيل معظم الوقت. أجاب يوسف بغضب: مريضة مستفزة، بل تدعي المرض. ولماذا تدعي المرض؟ هل تشفق على حالك المسكين وأرادت المساعدة؟ لا، إنها عاهرة حقيرة، حلقة في سلسلة جنس تتملكه الأنانية. عليك أن تعلم أن النساء والرجال سواء في الصلاح والفساد. للمرة الثانية اليوم أسمع هذا الدفاع. يؤلمني أن يدافع رجل عن امرأة. المرأة بهجة الحياة مهما بدا بعضهن مزعجا. ولماذا ترفض أن تدخل البهجة حياتك؟ لقد أحببت امرأة واحدة وحالت الظروف بيني وبينها ولم أستطع نسيانها. أما أنت، يقاطعه يوسف: أرجوك، لقد سئمت هذا الحديث الذي لا فائدة منه. أنت محق، لقد استنفذنا أنا وعمي كل أساليب الإقناع، فلندع الأمر إلى الأيام لنتحدث فيما هو مفيد. لقد أحضرت لك كمية من الأدوية للمرضى المحتاجين. فتح نبيل الحقيبة ليطلع يوسف على الأدوية، وفجأة سمع الاثنان ضجيجا عاليا من الخارج، فنهض يوسف وخرج إلى صالة الاستقبال، وخلفه نبيل، فشاهد رجلا ذا ملابس فاخرة متجاوزا 50 من عمره يواجهه راضي بغضب شديد. هذا أمر لا يليق، كيف يدخل هؤلاء إلى العيادة؟ ظهر الدكتور مختار خارجا من حجرته يستكشف ما يحدث. اقترب يوسف من الرجل الغاضب متسائلا بدهشة: ماذا حدث؟ هل أنت الدكتور يوسف؟ نعم أنا. لماذا تصرخ هكذا؟ يشير الرجل الغاضب إلى مريض بملابسه الرثة يفوح منها رائحة عفنة، وحذاؤه ممزق مرتديا عمامة فوق رأسه. هل يليق بعيادة فاخرة بحي المعادي أن يدخلها هؤلاء؟ يتحرج المريض الفقير فيهم بالنهوض فيمنعه يوسف: كما أنت يا والدي، وأرجو أن تقبل اعتذاري نيابة عن هذا الأستاذ. تكسو الدهشة وجه الرجل الغاضب. ماذا تقول؟ أنا أعتذر إلى هذا؟ ألا تعرف من أنا؟ لا يعنيني، ولكن يهمني أن تعرف أن هذه العيادة لها قواعد، وأولها أن يحترم كل مريض ذاته ولا يرفع صوته ولا يتدخل فيما لا يعنيه، أتفهم؟ ثم يلتفت يوسف إلى راضي آمرا: أعد إليه قيمة الكشف، وإلى كل من لا يعجبه مرضانا. يبدو الحرج والدهشة على وجه الرجل الغاضب، فيرمقه يوسف بنظرة غضب شديدة، بينما يبدو نبيل متحفزا إلى الفتك به، فيمسك يوسف ذراعه وينصرفان إلى حجرة الكشف، ويجلس يوسف ويظل نبيل واقفا. فيتساءل يوسف: لماذا لا تجلس يا نبيل؟ أكاد أنفجر من الغضب، لقد مزق قلبي إحراج الرجل المسكين ودموعه الحبيسة. لماذا لم تتركني أسدد إلى هذا المتغطرس لكمة في أنفه الشامخ لملابسه الفاخرة التي تخفي نفسا وضيعة؟ لقد أذقته ما يكفي لتبتل ملابسه الأنيقة التي يتباهى بها ويخفض أنفه الشامخ. إن أمثاله كثيرون، للأسف لم تغير الثورة شيئا. التغيير لا يأتي بقرار جمهوري، وإنما يحتاج إلى تغيير ثقافة المجتمع التي جبلت على الطبقية والتعالي على الآخرين. كل مرض يأخذ وقته للاستئصال، وسيحتاج إلى نقاهة ليشفى صاحبه تماما. ومن المسؤول عن استئصال المرض؟ الإذاعة والسينما والرئيس الذي لا يألو جهدا في تطبيق ثقافة المساواة على نفسه وأسرته. أنا وأنت وأمثالنا ينبغي أن نكون حلقة الوصل بين الطبقتين المتصارعتين لتقليل الهوة بينهما. فلا تركز نظرك على هذا المتغطرس، ليس البشر سواء. يرمقه نبيل بدهشة رافعا حاجبيه: أتبدل قناعاتك بهذه السرعة؟ وماذا عن النساء؟
يمسك يوسف بفنجان القهوة باللبن غاضبا: هل أقذفك بالفنجان حتى أرتاح منك؟ سأتلقفه بفمي لأستمتع به. يبتسم يوسف ونبيل. انتهى المشهد الثاني من الفصل الثاني.